والله يمكن الشروط ذكرناها يعني سلفا أو إجمالا، لكن هذا الصائل لو ملاحظ هو معتدي يريد أخذ مالك أو يريد أن يقتلك أو يريد شيئا من العرض. ده بخلاف يعني الناس اللي بيقطعوا الطرق وإلى آخره محاربين، وقد تكون عندهم نوع شوكة وقد يريدون المال أو قتل إلى آخره. وفي نوع آخر وديل البغاة اللي هم ديل معه الحاكم نفسه، لكن قطاع الطرق ديل قد ما يكون مع الحاكم أصلا. لكن على كل هذا الصائل يعني يهجم عليك، يريد مالك، يريد نفسك، يريد أو عرضك. ده اللي قلنا قبل تعمل بالأدلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استعن عليه بالحاكم أو كما قال منهم الشرطة. قال إن كان بعيدا قال استعن عليه بمن معك المسلمين. قال يا صلى الله الأمر أعجل من ذلك، ما في وقت. ده زي أشبه لك بزول شايل سلاح وجايك. طبعا أنت لو زول ماهر في الرماية تضرب له مسدس في يده خلاص عطلته، صح؟ لكن انت ما عندك سلاح وما ماهر بالحيل، هتعمل شنو يعني؟ إما تقول له المال الدائر وخذه، أو تجاز فتقاتله إلى آخره ولو أدى إلى قتله. معلش أصلح التفصيل تاني. ذاك ماهر في الرماية بيقدر يضرب اليد، يقدر يكسر رجله ويوقعه بس، لكن أنت ما عندك حل إلا تقتله بس. إن خليته بقتلك لا أقتله في الحالة دي. لو ده جاي خلاص ده سلاح. ده زي مسألة البغاة في الحالة زي دي طبعا. لكن لما يجتمعون للقتال أو لما يبدون القتال يعني لسه ما بدوا، في الحالة دي احنا بنقول لا، ممكن يجري تفاوض، مشكلتهم شنو تحل، اجلسوا نتناظر إلى آخره تنتهي المشكلة. لكن ده كله ما نفع، بدأ القتال بعد تصل معهم للنهاية إلى قوله حتى تفعل أمر الله. الصائل ادفع بالتي هي أحسن. التي هي أحسن موعظة تبدأ بها وكلمة تقول اتق الله يقوم يمشي، لا دي ذاتها ما بتنفع. دار له جلدة. أضرب مثال، زول يجيد الألعاب القتالية دي وخفيف جدا، ده قد ما يحتاج يقتله، لكن ممكن يضربه ويعوه ويرقده في الوطن لا بأس. ممكن تكسر يده تكسر رجله، المهم تعطله. يعني بمعنى إذا أمكن الدفع بالأخف لا تدفع بالأثقل، ده باختصار، وما تترصد زي ما قلنا قبل، ويكون فعلا مريدا لأن يؤذيك. وما دام هجم عليك في بيتك بعد دخل في سلطانك ثاني، والله أعلم. لكن قاعد أنبه الناس كثير يا إخوة، الصائل ده إن بقى حرامي ولا بقى غيره طلع برا البيت أعمل حسابك. أنت عارف لو مشيت ضربت عبوكته ولا قتلته حتبقى في إثبات إنه دخل بيتك كيفين قضاء، صح ولا ما صح؟ وحتبقى في مشكلة قد يؤذيك ذاته زيادة، أو قد يكون معه ناس آخرين. فيا جماعة المسألة دي دائرة إنك فعلا تنضبط فيها، بحيث إنك أنت تؤدي ما دل عليه الدليل. قدرت توقفه عن طريق الناس اللي معاك أو عن طريق شرطي حاكم إلى آخره التزم ذلك. ده كله ما حصل. إذا كان ممكن تعيقه لا أن تقتله تعيقه، ما تقتله. ده الصائل الهاجم عليك ده. إذا كان لا والله ما في طريقة، يا قتلك يا قتلته في الحال اقتله. ولا تنسى إنه هو توجد شواهد إنه هو المعتدي عليك، والله أعلم. أنا خايف يضربني بنفسي، خايف ما قبل قلت لك في حاجات أنت ممكن تتنازل فيها. يعني مثلا قال لك يا تديني مالك يا قتلك، أديه مالك، المال بيجي. لكن لو أبيت قلت والله ما أديك ولا شفت جنيه وبقيت تتكاتل معه، لك الحق. لا نص علي صادق فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. طيب لو قتلته هو أصلا ظالم، ما هو شهيدين ولا حاجة. فإذا رخص لك في القتال، لكن ده مو معنى كده أنك أنت ما ممكن تتنازل عن مالك. ممكن تتنازل عن مالك، تخلي مالك له وخليه يمشي. لو طردك من بيتك ممكن تطلع، ما هو نوع من المال، صح ولا لا؟ يا جماعة شوفوا في
في حالات بيتك قد تلقى سريع، وفي حالات زي الحروب دي يقول الله المستعان، الله رفع البلاء، رجعنا تعالى إلى الدعاء وإلى آخره، والله المستعان.